لو انت مصري اكيد في يوم النت خلص منك قبل ما الشهر يخلص، واكيد سألت نفسك ليه بنشتغل بالانترنت بسقف في نفس الوقت في بلاد تانية فاتحة النت على البحر؟ هل الموضوع تقني ولا بيزنس ولا احنا اتعودنا نسكت؟ خليني اقولك الحقيقة كلها. دوس لايك واشتراك ويلا بينا. اول سبب، البنية التحتية عندنا لسه ورق كرتون. معظم الاماكن في مصر شغالة على كابلات نحاس مش الياف ضوئية، يعني النت بيبقى ابطأ وما يتحملش الضغط العالي، والشركات بتقول لو فتحنا النت من غير حدود الشبكة هتقع. النت المحدود بالنسبة للشركات هو البيزنس المثالي. كل ما تخلص كمية النت تشحن تاني، يعني ممكن تدفع 3 مرات في الشهر بدل مرة واحدة، وده مكسب مستمر وشركات الاتصال بتحبه. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيقول الشركات عندها حرية تقدم الباقات زي ما تحب، يعني مفيش قانون بيقول لازم يكون في انترنت مفتوح، والنت بالنسبة لهم خدمة تجارية مش حق أساسي. عندك 4 شركات شكليا لكن الشبكة الأساسية واحدة، تي اي داتا. يعني حتى لو غيرت اسم الشركة انت لسه على نفس الخط ونفس السرعة ونفس المشكلة، وده بيخلي المنصة ضعيفة والعروض شبه بعض. الشركات بتخاف من ان الناس تستخدم النت على اقصى طاقتها. بتقولك لو النت مفتوح الشبكة تتخنق والسرعة تقع. طب ما هي بتقع اصلا، يبقى العيب فينا ولا فيهم؟ اصلا السرعة اللي بيدوها لك مش ليك لوحدك، الشركات بتشارك السرعة بينك وبين جيرانك. يعني لو كل الناس استخدمت النت في نفس الوقت الشبكة بتنهار، فهم بيقللوا عليك الكمية عشان ما تتفضحش السرعة. طب تعال نبص حوالينا، دول كتير بقى النت عندها غير محدود من سنين وسعره ثابت، والسرعة بتوصل لواحد جيجا بايت في الثانية. في ألمانيا في إنترنت غير محدود ب30 يورو. في الإمارات السرعة 500 ميجا ومن غير حدود. في تركيا في باقات غير محدودة من غير ما يفصلوك أو يبطئوك. حتى في دول أفريقية زي كينيا ورواندا بدأت توصل فايبر في المناطق الريفية. القضية دي مش جديدة، الناس بدأت تتكلم عن الإنترنت المحدود من زمان. أول حملة كبيرة بدأت سنة 2015 تحت اسم تمرد على سياسة الاستخدام العادل، وده كان على فيسبوك وانتشرت بسرعة بين الطلاب والجيمرز واليوتيوبرز. الحملة كانت بتطالب وقتها بإلغاء الباقات المحددة وإرجاع الإنترنت الغير محدود. لكن الحملة رجعت بقوة في سنة 2020 خاصة مع زيادة التعليم أونلاين بسبب كورونا، وناس كتير بدأت تشتكي إن 140 جيجا مش كفاية. وقتها طلع هاشتاج النت غير كافي وبعده النت محدود، ووصلوا للترند في تويتر وفيسبوك اتملى شكاوي. ناس بدأت تنشر صور استهلاكهم، وغيرهم عمل مقارنات مع الدول التانية، لكن للأسف زي كل مرة محدش اتحرك بجد. كل أسبوع يطلع ترند القضاء على الإنترنت محدود شوية ويسكت. يعني القصة مش مستحيلة، هي محتاجة نية من الشركات، نية من الحكومة، ومننا احنا كمستخدمين نفضل نطالب بحقنا. دوس لايك واشتراك واستناني في اللي جاي.